أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قبل قليل عن اعتقال المطلوب الأول عن توجيهه ودغم حراك الريف من الخارج البرلماني السابق وتاجر المخدرات سعيد شعو. وحسب موفد شوف الطريفي من الندوة الصحفية التي يعقدها الخلفي في هذه الأثناء عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم، فقد انطلقت الإجراءات والمساطر القانونية لترحيل شعو للمغرب تفعيلا لطلب الإيقاف الدولي الصادر عن قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء. ويأتي اعتقال سعيد شعو بعد المعطيات والأبحاث الأولية الجارية عن علاقته من مقر إقامته بهولندا ببارونات المخدرات، وكذا مسؤوليته عن دعم بعض نشطاء حراك الريف.